السلام عليكم اخوتي. معكم مهدي بناني، محترف MMA ومقاتل شوارع من ايام غربة. على كل حال، ما شاركتش مازال، ما يسترش الله في شي كونطرات في شي حاجة بحال هكا. نظرا لانني انا من طبعي ما كنتش نقلب بزاف كاع، ما كنتش كنقلب، او لا ما كانت كتجيني الفرصه اصلا. الاحرى ما كانتش كتجي الفرصه الى يومنا هذا، ما كتجيش فرصه، ما تنقلبش بزاف. الصراحه تواصلت مع جهات مع كذا، ما ردوش، ما اهتميتش. اما هي كون كانت جات الفرصه راه كنت غادي ندخل عليها بلا شك. راه اي واحد تعرفني من طفولتي انا في هاد الحوايج ما كنرفضهمش الى يومنا هذا. ما تم بدا يعني ديال الخوف من داكشي اللي كنت كنمارس سابقا في قتال الشوارع، قتال تحت لي كاف وداك الحوايج. مبدا الخوف ما كانش عندي كاع اصلا. ما كنتش ما كانش عندي في نفسي، ولا في نفسي لا في عقلي. وهذا الامر راه تعرفوا كل واحد قريب ليا. حاجه اخرى كي قلت لكم، هاد المشاركات في المنظمات الاحترافيه وهاد الحوايج، كون كنت بقيت في فرنسا كنت غادي كنتكلاصا من ديفيزيون لديفيزيون بلا شك. المشكل هنايا منين جيت لهنايا ما لقيتش وكذلك كما كتعرفوا الخوت، الا بغيتي توصل لا بد هنايا خصك تكون يعني حقيقة متملق بواحد الدرجة كبيرة. انا كنعرف الاحترام من ذوي المناصب وكذا شيء واجب، لكل مقام مقال بلا شك، ولكن يعني تنهضروا هنايا ما كاينش يعني شي حاجه اللي كنعرفوها سميتها موهبه، ولا توصل بالموهبه. لا، كاين امور اخرى من غير الموهبه باش توصل. كاين امور اخرى من غير الموهبه. فاذا ما كنتي كتعتمد على الموهبه ديالك، مهما كانت الموهبه ديالك، مهما كنتي يعني كتعدى اكبر ابطال العالم، احنا هنايا عندنا لا قيمه لهذه الموهبه كاع اصلا، وانما القيمه لاشياء اخرى تعرفها كل واحد. طلب انه يوصل يعني يوصل بالمجهود ديالو ولا بالقدره ديالو، بانه لا بد من انه كنحتاجوا الى مسائل راه كيعرفها كل واحد، لا داعي لذكرها، ليس موضع ذكرها الان. البطولات شي حاجه زوينه، المشاركات، التظاهرات، شي حاجه مزيانه، حاجه زوينه كتحفز الرياضي ولكن انا شخصيا ما عمري ما ركزت عليها بزاف، كمساله تحفيزيه. لما كانت كتجيني سابقا وكذا وانا في برا كنت كنلعب، ولكن يعني تكون هي الدافع الاساسي والمحفز الاكبر ليا، لا، هذا الامر ما عمري اهتميت به. ولو انني كنت اهتميت بهذا الامر، لا كاع ما كنت غادي نكمل في المسار الرياضي ديالي. لا كانت انحرفت لي الرؤيه الرياضيه وما كنتش غادي نكمل. وانما تنقول ان شيء جميل، وهو شيء يعني كيجمل الرياضه، لا اقل ولا اكثر. اما المحفز الحقيقي راه تيكون من طبيعه الحال من الداخل، والمواقف في الحياه، خصوصا بحكم ان هذا السبور اللي كنمارس ام اي، اضافه لهذا الشيء ام ام اي. ملي تنقول ام ام اي حاليا ماشي ام ام بمفهوم ديال الهواة حاليا، ان مقطوع منها بزاف ديال الحوايج، مبتور منها بزاف، مدخوله بقوانين كثيره. لا، انا تهضر على الام ام بالمفهوم ديال فالتود بالمفهوم القديم، لان هذا هو المساله اللي كنركز عليها اكثر، واللي كنميل ليها، واللي كنبغيها، واللي علمتها للدراري في الحقيقه. هذا الفن هذا راه هو في الحقيقه لا يحتاج الى تحفيز، الى محفزات خارجيه، الى محفزات يعني الى ذواق او تظاهرات. لماذا؟ لان الواقع بلا شك، الواقع المعاش اللي تنعيشوه هو تيحفز اكثر في هذا الشيء. فهمتي؟ الواقع راه تيحفز. فهي رياضه اصلا تنتمي للواقع بلا شك، تنتمي للشارع، تنتمي للواقع. فالواقع تيحفز في هذه الرياضه بواحد الدرجه عاليه. اما المسابقات او كذا فشي شيء جميل، ولكن ليس ضروري بالنسبه لي. ولو كان امر ضروري
ما كناش كاع وصلنا كاع في الرياضه، نظرا لماذا؟ نظرا لكثره المعيقات اللي تنعيشوا فيها. نتوما كتعرفوا بزاف ديال بزاف اللي كيديروا اللي كتلقى كنقولوا بالدرجه ديالنا العصافر الرويضه ما يخليكش تكمل المسار الرياضي ديالك. لو ان عولنا على هادشي لكنا شحال هادي كنا نطلقوا الرياضه كيف ما داروا العديد من الاصدقاء، وهذا الامر ما اهتميناش به. تنقولها اللهم يسر، اللهم يسر. والرياضه رياضه ديالنا، رياضه الشباب، رياضه الجميع، يعني ما هيش رياضه ديال شي واحد ديال المغاربه كلهم. وحنا معاها، حنا معاها يعني معاها في اي حاجه، في الشاده والفهد داكشي نقولوا. وحنا مع تقدم الرياضه، حنا مع تقدم هذه الرياضه، هذا المجال الرياضي، مع التطور ديالو في المغرب. وكنحترموها، شأنها شأن جميع الجامعات اللي كنحترموهم في المغرب، وشأن جميع الرياضات. وكنتمنى التوفيق ليها في هذا المجال الرياضي، وان كنت حاليا مثل ماشي على صله كبيره بها، وانما تنتمنى لها التوفيق ان شاء الله. وحنا معاها ان شاء الله، نهار تكون شي حاجه راه حنا غنكونوا وحدين من منخرطين فيها. ومن غير هذا تنطلب التوفيق للجميع. تنقول للدراري، نصيحتي للدراري تنقول لهم مارسوا الرياضه، مارسوا داكشي اللي كتبغي، مارس داكشي اللي كتبغي بلا ما تنتظر المقابل اصلا، وبلا ما تركز على شي محفز خارجي اللي يخليك تمارس. مارس الشيء لانك تعرف قيمته، لا اقل ولا اكثر، بدون انتظار حتى شي مقابل، بدون انتظار حتى النتيجه ما تنتظرهاش. مارس داكشي اللي انت مقتنع به، وبقى فيه وواصل فيه، سواء ربحتي منه ولا ما ربحتيش منه اشياء خارجيه او ماديه او كذا، وانما المهم مارس داكشي اللي كتبغي، فهو راه تنتمي للمجال، تنتمي للحياه ديالك، تنتمي للتكوين العقلي والنفسي ديالك، لا اقل ولا اكثر، بدون ما تنتظر لا نتيجه ولا اقل اي حاجه. وهادشي تنقول، تنتمنى التوفيق للجميع.